ما ترحمونا بقى شويه. اسمعوا كده الفيديو الكارثه اللي قدامكم ده. امام احنا بقى جايين من مصر عشان نقف نتكلم بعد اذنك. قالوا ان انتوا اتخانقتوا. اتخانقتوا؟ طب بيقولوا ان انتوا اتخانقتوا انت وفتوح. انا فتوح؟ ماشيين مع بعض ازاي؟ والله بيقولوا كده، والله بيقولوا كده يا فتوح. حبيبي يا فتوح. انا مش عارف اقول ايه. ابو الفتوح جابها لك من الاخر وقال لك احنا اخوات. كفايه بقى، ارحمونا شويه، حرام عليكم. انتوا رايحين علشان تصدروا المشاكل ولا تصدروا لنا الحاجه الحلوه؟ كاعلام وصحافه رايحين ليه؟ رايحين عشان تنقلوا المنظر الكويس للمنتخب المصري، عشان تطمنونا على المنتخب المصري ولاعيبه المنتخب المصري، مش عشان تصدروا مشاكل. راح تقول للعيبه اصلا بيقولوا اصل انتوا الاثنين متخانقين. يا راجل هم ما يعرفوش اللي بيتقال بره، انت راح تصدر له اللي بيتقال، راح تصدر له حاجه غلط، راح تصدر له حاجه انت مش متاكد منها. فكفايه بقى، كفايه. وبتطلبوا مننا ان احنا ندعم المنتخب المصري. اذا كان انتوا اول الناس عايزين تدمروا المنتخب المصري لما تصدر مشاكل ما حصلتش، لما تطلع تقول اخبار فيك واخبار ما حصلتش عشان تاخد الترند، عشان تبقى انت الصحفي العالمي اللي عمل سبق صحفي اللي جاب لك خناقه امام عاشور مع احمد ابو الفتوح. طب اطمن على اللاعب، اطمن على امام عاشور، على نفسيه اللاعب، مش رايح تصدر مشاكل. فكفايه بقى يا جدعان. وما تطلعوش بقى تقول لنا الاسطوانه المشروخه اقفوا في ظهر المنتخب المصري ولازم تدعموا المنتخب المصري. انتوا اول ناس مش واقفين في ظهر المنتخب المصري وعايزين تصدروا اي مشكله عن المنتخب المصري وعن مدرب المنتخب المصري واللعيبه. اصلا بقول لك خناقه بين امام عاشور واحمد بالفتوح. ما نشوف بقى الماتش الجاي هتجيبوا لنا خناقه بين مين ومين. كفايه وارحمونا شويه عشان احنا زهقنا منكم. بس كده، يلا سلام.